Choose your character. يوميات الواد بتاع ألمانيا ابيسود 3. يومنا النهارده بيبدأ بداية سريعة جدا علشان عندنا حاجات كتير مهمة. بعد ما حضرت الشنط وقفلتها نزلت بسرعة علشان اسخن العربية واشد الرحال لمدينة كايزر فيلهلم كو، واللي موجودة في شمال ألمانيا تحديدا في ولاية شليزفيج هولشتاين. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا مش بروح المكان ده غير لما يكون عندي تريننج، والنهارده هنتعلم حاجة جديدة جدا. وطبعا عارفين الكائن ده اللي دايما راشق معايا في اي حاجة. هو انا مش فاهم دلوقتي هو بيعمل ايه قدام الكاميرا، بس انا بحب هبله بصراحة. مهمتنا النهارده اننا نتعلم ازاي نريسكيو someone from heights، وده معناه انك لو بتشتغل على ارتفاعات عاليه انت محتاج تتعلم ازاي تنقذ زميلك لو حصل له حاجه لا قدر الله وهو متعلق. لان ببساطه لو زميلك فقد الوعي وهو لابس السوت دي فانت هيكون قدامك حوالي من 25 ل 30 دقيقه علشان تنقذه من الموت، واللي هيكون بسبب توقف البلاد فلو نتيجه لان السوت دي بتكون تايت جدا خصوصا على الرجلين. فاحنا باختصار شديد مهمتنا النهارده اننا نتعلم ازاي نطلع نجيب حد مغمى عليه وننزل. وطبعا زي ما انتم شايفين اول حاجة لازم تعملها انك تأمن نفسك كويس جدا وتتأكد ان انت توتالي سيف ومتثبت باكتر من وسيلة انقاذ. وده يعلمنا درس مهم جدا في الحياة، هو انك لازم تساعد نفسك الاول والا مش هتقدر تساعد اي حد. بس كده مهمتنا بتنتهي بمجرد ما نرجع بالسلامة للارض. انا عارف ان الموضوع يبدو بسيط بس بجد انا اتعلمت حاجات كتيرة جدا عن السوتس دي وانواعها وازاي تكشف عليها وتتأكد ان هي صالحة للاستخدام، وكمان انواع الانكورس والروبس واستخداماتها، ده غير معلومات طبية تانية كتير. بصراحة التريننج ده انا برشحه لاي حد بيشتغل في اماكن عالية عموما. المهم وبعد ما خلصنا التريننج نقدر كده نشتغل اوت دور واحنا مطمنين على نفسنا وعلى الناس اللي معانا انهم كلهم ويل تريند وجاهزين ينقذونا في اي وقت لو لا قدر الله حصل اي امرجنسي. وبكده يومنا بيخلص بعد ما عدى بهدوء وسلام، ونقدر نرجع تاني هامبورج علشان ناخد القطر منها لفرانكفورت فلوغهافن، واللي هنركب منه لاراضي الوطن مصر الحبيب. استنوا الفلوجز اللي جايه في الاجازه علشان فيها احداث مهمه جدا هتحصل مع اهلي عاوز احكي لكم عليها. شكرا واشوفكم الفلوج اللي جاي.